من الرحيم هنعمل أكلة النهاردة أرداحي من غير لا لحمة ولا فراخ ولا سمك. أنا هقول على طول بسم الله في الوصفة. عندي هنا معلقتين زيت زيتون وفيهم فصين مستكة، ممكن زيت نباتي عادي بس يستحسن زيت زيتون. ننزل عليهم ببصلة مبشورة ناعم، عليها رشة فلفل اسود كده، ناخد تشويحة مع بعض. البصلة اتشوحت معايا ودبلت، هنزل بمعلقة توم مفروم كبيرة، هسيبهم كده يتقلبوا مع بعض لحد ما ريحتهم تطلع. عندي الأعواد بتاعة السلق، غسلاها ومخرطاها كده مكعبات صغيرة، هنزل بيها. دول حوالي 5 حزم سلق. طبعا السلق بينفش في الأول، بعد كده بيسقط بيدبل بعدين لما نحطه على النار. فانتوا تقدروا تزودوا الكمية أو تقللوها حسب احتياجكم. أنا هديله تقليبة كده مع بعض. العيدان بتاعة السلق دبلت معايا شوية، هنزل بحزمة كزبرة خضرا متقطعة معايا كده صغير، برضه هسيبهم يتشوحوا مع بعض. الأكلة دي بيعملوها في بلاد الشام، مشهورة جدا هناك، هي أكلة اقتصادية جدا. عايزة أقول لكم الروايح بجد تحفة. ننزل بقى بآخر حاجة ورق السلق، طبعا مغسول ومتقطع. النكهات بقى فلفل اسود وكزبرة ناشفة وكمان نعناع ناشف، لو موجود نعناع فريش مفيش مشكلة. هنقلبهم مع بعض ونظبط الملح، طبعا الملح حسب الرغبة. هقلبها كده واسيبها اهدي عليها النار لمدة 10 دقايق او ربع ساعة. مش هزود مية، هي ميتها هتسوي نفسها. بعد كده اوريها لكم بشكلها النهائي. كده خلصت معايا، هحط بس عصرة ليمون كبيرة واطفي عليها النار. هتاكلوا احلى اكلة ارداحي، وبجد طعمها تحفة ومغذية جدا يعني. جربوها ويا ريت تسيبوا لي كومنت تقولوا لكم فيها ايه. ما تنسوش فعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزلكم بصفات تانية جديدة.